زواج شرعي على سنة الله ورسوله، على يد مأذون. حضر الزواج أهله وأهلها وأصحابه وأصحابها، عاشت في بيته، حملت، كان بيروح معاها للدكتورة، تابع معاها الحمل والولادة، سجل البنت بنفسه. والهانم بعد ده كله ترجع تقول لك ايه؟ ده مش معترف بالزواج ومش معترف ببنته، وشوية مغيبات ماشيين وراها وطالعين يهاجموا ويشتموا ويغلطوا في اي حد يجي يتكلم بنفس الطريقة. ده راجل مش معترف بالزواج ومش معترف ببنته، ده مش راضي يديها حقوقها. قالت بلسانها ان هو بيبعت مصاريفها ومصاريف بنتها، يبعت لها فلوس مصاريف البنت ومصاريفها. يقول لك ده واكل حقها، حلف عليها بالطلاق لو عملت حاجة. تمام. فهي قامت منفذة الحاجة دي وقالت لك أنا أوقعت يمين الطلاق، هي اللي أوقعت يمين الطلاق. يقول لك ده مش راجل، ده مش عايز يطلقها، مش عايز يديها حقوقها. طيب حلف عليكي هو طلقك، رمى عليك يمين الطلاق؟ لا. انت طلبت الطلاق؟ لا. امال في ايه؟ انا في شهور العده دلوقتي لاني انا اوقعت يمين الطلاق. وشويه المغيبات عمالين يغلطوا، يقول لك شفت الشيخ بقى، ده شيخ ياكل حقوق الست، ده مش عايز يطلقها ومعلقها، مش راضي يطلقها، معلقها. هو الدين بيقول كده؟ لا اله الا الله. اداها مهرها في ايديها، اداها مهرها في ايديها، وكتبوا في قسيمة الزواج، وجهز شقته بالكامل. تمام. وهي ما جابتش قشاية، فبالتالي ما كتبش قايمة، وكتب المهر في قسيمة الزواج. يطلع يقول لك لا هو الشرع والدين بيقول كده، ده ضد الدين. امال ايه اللي يعني ايه؟ مش فاهم. ضد الدين؟ امال الدين بيقول ايه؟ القايمة ده حقها، قايمة إيه اللي في الدين؟ انتوا مغيبين. دي واحدة كان كل هدفها الشهرة، ومن الآخر مفيش راجل. اللي كانت بتعمله قبل ما تتجوز عبد الله رشدي، تمام، يقول مفيش حد بيقول لها عيب ولا حرام. وبعد ما اتجوزت عبد الله رشدي مفيش حد قال لها عيب ولا حرام. واحدة طالعة تشنع في التلفزيونات